السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش بلحمة وعيش بالصدق. اللي هو الحواوشي، بس هنعملوه على الطريقة الاسكندراني. بطريقتي تتبيلة خفيفة، وكمان الطريقة خفيفة، يا رب تعجبكم. وهو ده الحواوشي، بس احنا هنا في اسكندرية بنقول عليه عيش بلحمة وعيش بالصدق. فان شاء الله يعجبكم. ولو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه، ومتنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل، وحطوا لايك للفيديو، وتعالوا نشوفوا مقاديرنا ايه. اول حاجه هنعمل مع بعض العجينه اللي هنعمل بيها العيش. اول حاجه معايا نص كيلو دقيق نخلاه، وعليه احط عليه معلقه سكر، وكمان معلقه ملح، نص معلقه ملح، وكمان معلقه خميره. وقع منها حبه مفيش مشكله. اي معلقه، يعني معلقه ايه ممسوحه كده، معلقه كبيره ممسوحه، ومعايا ميه تكون دافيه اقدر استحملها بايديا. بعجنها عجن عادي خالص. عشان يعني بفضل كده اضيف شويه ميه بشويه ميه لحد ما تتكون معايا عجينه ما بتلزقش في الايد. تمام. اول ما اتجمعت معايا كده عجينه، نزلت بشويه زيت صغيرين الم بيهم العجينه، وبس كده. هي ما بتاخدش عجن ياما. عجينة سهلة جدا عادية، مية وخميرة ودقيق، بس مفيش اكتر من كده. بصوا هي قد ايه سهلة، واتعجنت بسرعة. مش عايزة عجن كتير، انا عجنتها كده. اهم حاجة بوريها لكم ان هي ما تلزقش في ايدي. هغطيها بقى واخليها تخمر. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الخلطة بتاعت العيش بلحمة اللي هو الحواوشي. احنا هنا في اسكندرية بنقولوا عليه عيش بلحمة. فلو انتوا بقى بتقولوا عليه حواوشي، طبعا كل واحد على حسب المنطقة بتاعته. صحيح. هو انتوا بتتابعوني منين؟ يا ريت بقى تنزلوا في الكومنتات تقولوا لي انتوا منين وبتتابعوني منين، والعيش بلحمة عندكم بتسموه ايه؟ انزلوا دلوقتي في الكومنتات وعرفوني. حطيت بقى بصلاية مبشورة على ربع كيلو لحمة، وعلى كمان يعني كوباية أو حزمة كبيرة من البقدونس متقطع صغير مفروم كده، والبصلة مبشورة عليها ملح وفلفل. بس ما بحطش بهارات ولا اي حاجة خالص. دي طريقة الجزارين عندنا في اسكندرية، بيعملوها بنفس الطريقة دي. اللحمة على البصل على البقدونس وملح وفلفل. عايزة تضيفي بهارات مفيش اي مشكلة. بس عجنتهم كويس وعملتهم كورتين زي ما انتوا شايفين. ودي بقى المكونات التانية او الاضافات التانية اللي هعملها مع العيش. عندي صدق، وعندي جبنات تركي ومثلثات، وعندي طماطم وفلفل وزيتون، وطبعا كاتشب. الجبنات طبعا على حسب ما انتي تحبي تحطي. عايزة تحطي موزاريلا، تمام. دلوقتي بقى العجينة خمرت معايا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. عطيتها بوكس كده ونزلت الخمران بتاعها. هبتدي بقى انزلها على الرخيمة عشان اقطعها كور صغيرة على قد العيش اللي انا هعمله. انا هعمل النهاردة يعني 3 رغيفة، او 3 عيش، يعني 3 وحايد من العيش. هقسم العجينة بتاعتي على 6 كور، لاني هستخدم واحد في الارضية وواحد فوق. يعني هستخدم واحد تحت والحشوة، وواحد فوقيه هقفل بيه. تمام. على فكرة العيش ده طعمه جامد جدا ولذيذ كده، يعني عيش بلحمة وفيه جبنات والعيش بصدق بيبقى طعم جدا يعني. بعمل بقى اللي هي الأرضية، بعملها كبيرة شوية عن اللي هو الغطا اللي بغطي بيه الرغيف من فوق. تمام. همسك بقى أول كورة، هبتدي ان انا افردها واعملها بقى رغيف عادي مدور زي ما انتوا شايفين كده بالنشابة. طبعا فرد كده، بفرد كده لحد ما تتفرد معايا، تبقى يعني سمكها خفيف شوية، ما تبقاش تخينة. وبرضك الحجم بتاعها مدور على قد حجم الرغيف اللي انا عايزاه. انا عايزاه رغيف كبير شوية، مش عايزاه صغير. تمام. زي ما انتوا شايفين كده فردت ترغيفة بتوعي، او ال3 كور اللي انا كورتهم معاكم. هعمل 2 باللحمة وواحد بالصدق. تمام. هبتدي بقى افرد خلطة اللحمة او خلطة الحواوشي يعني على اول رغيف زي ما انتوا شايفين كده، والتاني برضو
بفردها كده بحيث ان هي تيجي في كل الرغيف. وكمان يعني ما احاولش ان انا اجيبها على الاطراف بتاعه الرغيف، لان انا هقفلها. فيعني بجيبها كده، بسيب حته كده صغيره مسافه سنتي عشان ادي مساحه ان انا اقفل بيها الرغيف. تمام. واخر الرغيف اللي هناك ده هعمله صدق زي ما انتوا شايفين، صدق بلدي طبعا مقطعوه صغير كده، وبهرسه سنه، مش بحطه زي ما هو كده، وفردته على الرغيف كله، وبردك سايبه مسافه سنتي عشان اقفل الرغيف بيه. بحط بقى طماطم وفلفل على العيش بلحمه، والعيش بصدق بردك بحط عليه طماطم وفلفل. الطماطم حطيت عليها ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود. تمام. محبشاها كده يعني عشان بردك ايه يبقى ليها طعم. وكمان بضيف عليه الزيتون. الزيتون ما بحطش على العيش بلحمه، على العيش بصدق بس. شايفين بقى شكله جميل جدا اكنه بيتزا. ودلوقتي بقى الجبنه المثلثات ببتدي اقطعها قطع صغيره كده، وبضيفها بردك على الرغيف. ضفت بقى عليهم كلهم كده. ودلوقتي هحط الجبنه التركي بردك في يعني في القاهره او في يعني بره اسكندريه يعتبر بيقولوا عليها جبنه رومي، بس احنا عندنا بيقولوا عليها جبنه تركي. بعد ما خلصت كده وخلصت كل الحشوه، هضيف بقى شويه كاتشب كده. والرغيف الاخراني ده في ناس ما بتحبش الكاتشب فما ضفتش، ضفت في ده والتاني الصدوق، وواحد بس من ابو لحمه. تمام. وفردت بقى كور صغيرة اللي انتوا شفتوها معايا في الأول، فردتها بنفس الطريقة اللي فردت بيها طبعا الأرضية، وحطيتها بقى كده في الوش. وبصوا بقى أنا بقفله ازاي، دي تقفيلة الجزارين عندنا بالظبط في اسكندرية. دي التقفيلة اللي انتوا بتلاقوا العيش كده ايه زي ملولو كده على بعضه، أو ملفوف كده على بعضه كده. هي دي التقفيله. بصي بتاخدي اول حته وتقفلي عليها من تحت لفوق كده، وتكملي على بقيه كل الدوران بتاع الرغيف. بصي بوريها لكم كده، بتاخدي كده من تحت لفوق تقفليها تقفليها كده دوران، بيبقى شكله حلو قوي واكنك جايباه جاهز بالظبط. وكمان بيبقى طعمه والله احلى من الجاهز، وكمان ضمن نظافته. وكمان طبعا التكلفة بتاعته في البيت غير لما بتجيبيه من بره يعني اقل بكتير، يعني موفر كمان. بصوا بقى لو انتي بقولك لو انتوا مش عارفين تعملوا التقفيلة اللي هي بتاعت الجزار دي، فانتي ممكن بشوكة كده وتقفليه بردك بيدي شكله حلو، عشان وما بيفتحش بردك. يعني حتى لو فتح منك ما يعني ايه عادي، ممكن ان انتي لو خايفة يفتح منك ممكن تبلي بس الطروف وتقفلي عليها بالشوكة. شايفين شكله بقى حلو ازاي وسريع وجميل، والله العظيم احلى من بتاع بره 60 مره. وتقدري طبعا تزودي في الجبنات، تقدري تزودي في الحشوات، بس ده كده مظبوط جدا بحشواته بجبناته، كان طعمه تحفه جدا. دهنت الوش من فوق زيت، ولا بيض ولا اي حاجه خالص، هيلون وهيبقى في منتهى الجمال. دخلته الفرن طبعا على طول من غير ما لا يخمر ولا اي حاجه، على الرف اللي في النص. اول ما خد لون من تحت رفعته تحت الشوايه، خد اللون الجميل الذهبي ده وخرجته زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال. الصراحه تحفه جدا. بصوا بقى بقطعه معاكم كده منتهى الجمال. ده ابو لحمه اللي هو الحواوشي يعني. بصوا بقى الحشوه من جوه تحفة، الجبنات سايحة كده وريحته كانت فظيعة ومالية البيت، وكمان شكله مغري جدا وجميل. بصوا من جوه الجبنة والكاتشب وكمان الطماطم والفلفل اللي احنا حاطينهم في تحفة. بصوا بقى لما اتقطع كده قطعته كله وظبطته. وكمان انا هنا هقطع معاكم كمان الصدوق عشان تشوفوه من جوه. الصدوق كان تحفة. كمان الصدوق بيبقى يعني كل ما تجيبي صدوق يعني جودته عالية وكويس كل ما يديك طعم تحفة. بصوا بقى الصراحة ما يعني انتوا شايفين المنظر، انا تحفة بجد والله. العيش مستوي وجميل، وكمان الحشوة من جوه تحفة زي ما انتوا شايفين كده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون خفيفة عليكم، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واشوفكم فيديو جديد، وما تنسوش اللايك، ولو اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة.